أحلى وأطعم وأسرع فطير مشلتت ممكن تدوقوه هو الفطير المشلتت بطريقة السويس رول. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا كيلو دقيق من الدقيق المخبوزات أو الدقيق القوي، هننزل عليه بمعلقة صغيرة من بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الملح، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. وهننزل عليهم بحوالي 600 ملي أو كوبايتين وربع من المية العادية، ونعجن كويس قوي. لو هنعجن بإيدينا هنعجن شوية ونريح شوية، هنلاقي العجينة سهل عجنها. بنعجن لمدة 10 دقايق لحد ما العجينة بتاعتنا تكون بالشكل ده. هنسيبها ترتاح، لأن كل نجاح الفطير المشلتت في إن نسيب العجينة ترتاح. كده العجينة بتاعتنا ارتاحت وبقى فيها عرق. هنبدأ نفردها على رشة من الدقيق على شكل اسطوانة بسمك حوالي نص سنتي، وهنجيب حوالي 200 جرام ل 250 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة. هندعكها بين ايدينا عشان تبقى زي الكريمة، وهنبدأ ندهن المستطيل بتاعنا اللي سمكه حوالي نص سنتي. هندهنه كويس قوي بالزبدة بتاعتنا بحيث تغطيه كله بشكل جيد قوي. وهنبدأ من طرف العجينة نلفها لفات ضيقة جدا على شكل سويس رول، وكل ما ضاقت اللفات كل ما ترويقة الفطير بقت أكتر، لأن هتبقى طبقة من العجينة وعليها طبقة من الزبدة، وده اللي بيساعد إن الفطير يورق. ولما نلفها هنبدأ نقفل الأطراف كويس، ونتأكد إن احنا قفلناها كويس علشان ما يطلعش منها أي زبدة. وهنلفها بشكل حلزوني ونحطها في صينية ونغطيها بكيس نايلون ونسيبها ترتاح لمدة ساعة، ساعة ونص. ممكن نحطها في التلاجة. الفطير المشلتت لازم ما بين كل خطوة وخطوة يرتاح، بيدي نتيجة رائعة. كده ارتاحت الفطيرة بتاعتي لمدة حوالي ساعة ونص. هبدأ أقسمها. أنا هعملهم على فطيرتين، فطيرة صغيرة وفطيرة كبيرة. دهنت الصواني بدهن خفيف جدا بالزيت، وهبدأ أقسم العجينة بتاعتي تلت وتلتين، وابدأ أقفلها كويس جدا وأشكلها على شكل كورة وأدخلها في بعضها. ده بيساعد على إنها تبقى مورقة أكتر. ودي فطيرتي الصغيرة، وهعمل نفس الحكاية في الفطيرة الكبيرة وأغطيهم هما الاتنين وأسيبهم يرتاحوا لمدة ساعة أو ساعة ونص. بعد ما ارتاحوا هبدأ أفردهم في الصينية، هلاقيهم بيتفردوا معايا بمنتهى السهولة، وأدخلهم فرن سبق تسخينه على أعلى حاجة، ما بياخدش وقت طويل. ولما تطلع هغطيها علشان الوش ما ينشفش. ودي كانت الفطيرة المشلتتة بتاعتنا بطريقة السويس رول. مش قادرة أقول لكم جميلة قد إيه، مورقة جدا. أتمنى لو عجبتكم وصفة الفطير المشلتت النهاردة تنفذوها، لأنها سهلة وبسيطة وبتدي نتيجة رائعة، وهتعجب جدا كل محبي الفطير المشلتت. وبالهنا.